متابعين على اجمل متابعين. هنعمل وصفه جميله وسهله. هنعمل مع بعض رموش الست. هنبدا بايه؟ كوبايه الا ربع من الزبده، يعني بطلعها من التلاجة، مش من الفريزر، من التلاجة، وبعد كده بدرجة حرارة بقى المطبخ كده. انا ممكن اعملها بالمضرب كهربائي، هجيب المضرب احسن. هي الزبدة صاحية ليه؟ صاحية زي ما انتوا شفتوا. ضربتها بالمضرب كوبايه الا ربع من الزبده. هننزل بصوا بقى الكوبايه اللي هتعايروا بيها هي هتبقى موحده. هننزل بنص كوبايه من السكر البودر، نص كوبايه من السكر البودر. وبعد كده بيضه، فانيليا، المنظر ده اهو. نيجي بالمكونات الجافه. هناخد كوبايتين الا ربع من الدقيق، ادي كوبايه الا ربع من الدقيق، يعني كوبايتين الا ربع. بعد كده 3 معالق من الجوز الهند، كوبايتين الا ربع دقيق، وبعد كده 3 معالق جوز هند كبار، وبعد كده نص كوبايه سومولينا اللي هو دقيق البسبوسه، وبعد كده معلقه صغيره من البيكنج باودر، ادي معلقه البيكنج باودر، وبعد كده ذره ملح صغننه جدا، ذره ملح صغيره. هنقلب كل المكونات الجافه. هناخدهم كلهم في الإناء كده. مش بعجن، انا بلم العجين خلاص. هو زي الغريبة، ملمس الغريبة في ايديا كمان. هنحط كمان بياض بيضة، لان الدقيق من دقيق هيفرق. هنحط كمان بياض بيضة، ادي بياض البيضة. فصلنا البياض عن الصفار عشان هندهن بيها الوش. اتلمت معانا ما شاء الله. هنسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، ترتاح شوية. وهنعملها عبارة عن كور كده الأول، وبعد كده تترسم زي الرموش بالظبط. فاضل لها سنة وهنعمل لها ايلاينر. خلوها تبقى قبة من على الوش كده. هنعمل واحدة كمان، ادي كورة عادية اهي. وبعد كده لازم تترسم عشان تبقى زي العين كده. شايفين خلصناها. هنعمل ايه؟ ادي صفار البيض، هنحط فانيليا
سنة قرفة، وبعدين نضرب الصفار. بعد ما دهناها وشها بالبيض هنعمل زي رموش ست كده كده. فاضل لها سنه ونحط لها ماسكارا وكمان ايلاينر. ده ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم اختراع. على درجه حراره 180 درجه، لا عاليه ولا واطيه. من الفرن بالمنظر الجميل ده هنحط الشربات. الشربات بارد ودي لسه طالعه من الفرن، مش هنسقيها يعني. بصوا كده، يعني بمجرد اللي هي تمشي عليها بمشي عليها الشربات كده ببساطة كده اهو. نقربهم لبعض بقى شوية كده عشان اعرف اسقيها صح ولا ايه كده. التسوية الجميلة بتاعتها هنحط كده اهو. مش الست اللي بتبقى في علبة الحلويات. يا رب تعجبكم وصفتنا النهاردة. هنشوف واحدة عاملة ازاي. بصوا الجمال باللون الذهبي الجميل قوي ده اهي، مرملة. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناة. اشوفكم بكل خير يا رب. جود باي.